مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من يوميات. عامل النظافة والعلاقة الإنسانية معه، هذا رح يكون موضوعنا اليوم. بس قبل ما نحكي بهذا الموضوع لازم نروح ونشوف آراء الناس العفوية بكيف بشوفوا عامل النظافة. طبعا مجموعة من الأطفال يلي إلهم ما يقارب الساعة ونص ناطرين لحتى يشوفوا شو رح نحكي. أنا كثير مبسوطة بوجودهم. هلا أنا غام بعرف إنكم ناطرين من ساعة ونص، يعطيكم العافية. ساعة ونص بالبرد هيك بتكون آراء عفوية؟ لا 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 لا، أكيد رح يصلحوا الغلط وياخذوا آراء الناس بطريقة عفوية. يسعد أوقاتكم، مرحبا، كيفك؟ شو عم تساووا هون أول شيء؟ والله هربان من مدرسة جاي له. حلو، يعني اعتراف مباشر على الكاميرا في موضوع هريبة. طيب بعيدا عن الهريبة خلينا نحكي عن موضوع عامل النظافة. عفوية بس مو طلقتوا واحد هربان من المدرسة، نعم فضحتوه للزلمة. هلا انت هربان من المدرسة، اوكي، بتنصل من مسؤوليتك تجاه نظافة الشارع كمان بتتنصل منها؟ ايوه، نحن شو دخلنا بهو شو عمل؟ المهم النظافة بالحلقة ولو. هلا مثل ما شفنا هو هربان من المدرسة، ولكن بموضوع مسؤوليته تجاه البيئة يبدو بانه الشاب ملتزم. هلا حلو بانه بعض الاماكن نطف وبعض الاماكن يكون في التزام. مش صحيح العالم عم تفشل بالدراسة، بس بالنظافة يا عمي توب. هذا اللي بيهمنا بالاعلام ولو. لا 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 لا، هي الاراء هيك ما رح تنفعنا ابدا، لازم نسال صاحبين العلاقة عن رايهم، يعني عمال النظافة. لحتى قررت امتهن هاي المهنة، يعني بصراحة أنا بتمنى إنه تكون صريح معي. هل لأنه أنت ما لقيت شغل ثاني، أو أنت بتنظر لهي المهنة يعني بنظرة معينة؟ يعني كثير منا في ناس بحبوا هاي المهنة. فيك تحكي لنا من دون لف ودوران، أنت دخلت هي المهنة لأنه أنت بحاجة مصاري ولا عن حب أو موهبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هي المهنة كانت اختياري من البداية، يعني أنا اخترتها عن قناعة. يعني بصراحة والدي شجعني، بيي شجعني كثير، بيي شجعني، وبعدين دخلت على كلية النظافة وتخرجت منها الحمد لله وحققت كل شيء بتمناه. يعني أنا ما شو بدي أحسن من هيك؟ شو بدي أحسن من هيك؟ منامي بالشارع واكل، يعني كل شيء متوفر الحمد لله. يعني عيشه 5 نجوم الحمد لله. يعني شو الواحد بده احسن من هيك؟ وبصراحه انا بشوف ناس بالعكس بيحسدوني كثير، بيحسدوني في عالم، بيحسدوني في عالم حسيدي 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 بشكل في عالم. قد ايه لك بالمهنة؟ 20 سنة. 20؟ يعني نحن عم نحكي عن عمر. يعني فيني اقول انه حضرتك لك باع طويل بهذا المجال. يا ريت تحكي لي كيف بديت. يا ترى كيف كانت بداياتك بعالم النظافه؟ بالحقيقة البداية ما حدا عرف انه انا في عندي هالموهبة وهالقدرات. يعني بصراحة يعني انا والدي يعني بلشت من البيت، يعني والدي بكبكب زبالة كيف ما كان، فانا بلم وراه، فامي لاحظت هالشغلة فقالت لابي، قالت له انه ليش ما بننمي هالموهبة عند هالولد. والحمد لله يعني تنمت الموهبة وكبرت كثير الموهبة، كبرت كثير، ما عاد نعرف نسيطر عليها للموهبة، وطلعت صارت بالشارع، يعني صرت لملم زبالة بالشارع وكذا بقى. فقال ابي انه ليش ما نستفيد منه هي يعني قدراته، وننمي من قدراته ونحطه بكليه لها علاقه بالنظافه. وهي كانت البدايه، بدايه غير متوقعه بصراحه. تتفجر المواهب عندما يتعلق الامر بالنفايات. ثمة كيمياء وغازات اخرى تربط شاعرنا، بقصد عاملنا، بهذه الاكياس المخروطيه. انتظرونا في حلقه جديده لنحكي فيها عن موهبه فذه من عالمنا العربي. من آراء عمال النظافة لمشاكلهم، يا ترى شو ممكن تكون مشاكلهم؟ نحن كثير بهمنا من خلال حديثنا نسمع كل كلمة انت ممكن تحكيها، كل وجع، كل شكوى. اكيد نحن اكيد كلنا اذان، ومن منبر الفضائية بنتمنى نسمع. حقك تحكي اللي بدك اياه، اي ملاحظات، اي شيء اكيد. لا والله ما في اي ملاحظة، أنا كل المطارح موضوع الإقامة، موضوع التعويضات، اي موضوع يعني فيك تحكي فيه. لا ما في شيء. مشاهدينا يعني ما بعرف هلا، يا اما اليوم حظنا كان كثير حلو بعمال نظافه ما انهم متعرضين ولا لموقف، او يمكن الصبر يلي تحلوا فيه لما قرروا انه يمتهنوا هي المهنه خلاهم هلا يصبروا، ويمكن يخجلوا يحكوا عن بعض المواقف يلي بيتعرضوا لها. مشاكل ما في، وهموم كمان ما في. عامل النظافه بالتصنيف السوري الاسعد والاوفر حظا لهيدا العام. انت بتعرف شو بسموه بالخارج لعامل النظافه؟ برا بسموه مهندس النظافه، وايضا بيكون له ببعض الاماكن المشهوره عباره عن تماثيل.
هل تعلم كم تمثال في بسوريا ولهلا قاعدين بمكتبهم؟ هل تعلم كم انسان في بسوريا صار عامل نظافه وبيلملم بقايا الاكل منشان ما يجوع؟ صار لازم تعلم. سلام. حضرتك من اي محافظه؟ ريف الشام. ومنامتك يعني لك بيت هون او عم تضطر تنام؟ انا ضمن المركز، ضمن غرفه المركز، يعني معي حرامات، معي فرشات، معي عده طبخ، مثل العسكريه تقريبا يعني.